تخيل معايا إنك قاعد أنت وأصحابك على القهوة، وفجأة تطلّع موبايلك الجديد من جيبك، وتلاقي أصحابك بقى الزيطة اشتغلت، واحد من أصحابك يقول لك ده تلاقي سعره مش أقل من 50,000 ده والّا حاجة، وطبعًا أنت من جواك طاير من الفرحة، لإن أنت عارف إن الموبايل سعره ما يكمّلش نُص السعر ده حتى، وعلشان كده جِبت لك النهارده موبايلين أثبتوا فعلًا إن هُم ملوك الشياكة بعد نهاية السنة، ولمّا أقول لك ملوك الشياكة فهنا مش بابالغ، لإنهم فعلًا شكلهم رايق أوي. بس قبل ما نبدأ، لو أنت من الناس اللي بتحب تختار دايمًا صح ومش عايز يفوتك فرصة أنت تشتري موبايلك الجديد، لازم تنزل تعمل سبسكرايب للقناة حالًا وتعمل لايك للفيديو وأنت راجع. وبعدين لسه مجددين الاستوديو وبتاع وجايبين للراجل تيشيرت جديد وصارف ومكلف بصراحة، فما تبخلش عليَّ بلايكك الجميل، وقبل ما أبدأ ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويالّا بينا. أول بطل معانا هو الريلمي 13 برو بلس. ريلمي هنا مسميها التصميم ده مونت ديزاين. الموبايل ده مش مجرد شكله حلو وخلاص، ده لوحة فنية مرسومة حرفيا. وتعالى بقى أقول لك إيه اللي شدني في الموبايل ده. عاوزك تبص على دايرة الكاميرات، هتلاقيها محفورة بدقة رايقة أوي، هتفكرك بالساعات السويسرية الفاخرة دي. النقوشات اللي حوالين العدسات بتدي فخامة مش موجودة حتى في موبايلات أغلى منه بكتير. تعالى بقى للضهر اللي بيجي من الإزاز، وعايز أقول لك إن الضهر هنا مش مجرد عليه لون الموبايل وخلاص، ده ملمس بيحسسك إنك ماسك حاجة مصنوعة مخصوص عشانك أنت، وبصراحة عاوز أقول لك إنه رايق أوي. وتعالى بقى للحتة الرايقة اللي في الموبايل، وهي الشاشة المنحنية من الأطراف بتخلي الموبايل يبان نحيف جدا في الإيد، وبتديك إيحاء إنك شايل موبايل من فئة عالية أوي. وخليني أقول لك الخلاصة، إنك لو طلعت الموبايل ده في أي مكان صدقني أي حد موجود معاك الموبايل ده هيلفت نظره وهيسألك عليه. تعالَ بقى نروح للموبايل التاني، وده لو أنت على قدّك زي حالاتي كده، سامسونج A26. خلّيك صريح معايا، أول ما تشوف الموبايل ده من بعيد تحس إنه من عيلة الS مش الA خالص، ضهر شيك، فريم محترم، شاشة كبيرة، والموبايل في الإيد شكله رايق أوي. وخلّيني أقول لك إن سامسونج هنا لعبتها صح، اديتك نفس لغة التصميم بتاعة الموبايلات الغالية، بس سعر يخلّيك فرحان وأنت بتشتري الموبايل. طب الشكل وحلو، بس هل ده موبايل تعيش معاه؟ تعالَ أقول لك. عندك شاشة AMOLED رايقة أوي ومريحة للعين، وكمان أداء الموبايل الثابت والبطارية اللي أكيد هتشيلك اليوم وأكتر كمان. وطبعًا مش عايز أقول لك إن الموبايل ده لو مسكته في إيدك قدام أي حد صدقني هيلفت نظره وهيفتكرك شايل حتة ألترا والّا حاجة. وبس كده أنا خلّصت، بس تعالَ عاوز أقول لك حاجة، مش أي موبايل شكله حلو وسعره رخيص يبقى صفقة وتجري تشتريه. في موبايلات بتضحك عليك بالتصميم حرفيًا، وفي الآخر تتفاجئ بأداء تعبان من الموبايل. وعلشان كده أنا عملت لك الفيديو ده، ودوّرت كتير بصراحة وما لقيتش أفضل من الموبايلين دول أجيبهم لك النهارده، فما تخلّيش أي حد يضحك عليك ويطلع يورّيك إن الموبايل شكله حلو وفي الآخر ينضحك عليه. وبس كده، اوعى تكون لسه ما عملتش لايك للفيديو واشتركت في القناة، هازعل منك أوي بصراحة.